البنات تلاقيت مع اكبر متكبر لقيته في حياتي كوم باغازار دابا في المول. هو فوتبولور مغربي، ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم متابعي قناه اخباركم. اهلا وسهلا، شكرا على المتابعه ديالكم، شكرا على التفاعل ديالكم. نتمنى انكم تكونوا كثار ان شاء الله في هذا لا فيديو. هذا فاتي جمالي، ممثله او فنانه مغربيه، خرجت واحد الخرجه غير محسوبه في حق اللاعب المغربي الخلوق حكيم زياش. ما نخرقش عليكم او لا ما نحرقش عليكم المراحل. خوتي خواتاتي، ما تنساوناش غير من واحد لايك، بطبيعه الحال اشتراك بالنسبه للناس الجدد. نتلاقاو في الاخير. تي اكوتي دونك قلت ليه يلا، قلت ليه هاي كيخنزر مي فريمون سيد il est pas normal. جا عند واحد المغربي كمرو مي سي انكرويابل. دابا داخله لوتيل شفت حدا الباب قلت ليه راه اتس نوت نايس. يقول لي فاك زعما سي انكرويابل. شكون هو الفوتبولور زياش؟ تيلمون جو ليمي تيلمون جو لو ديتيست مانتون. سي انكرويابل فريمون. اللي كيبان لنا في التلفازه حاجه والواقع ناغيان افوار. هذاك الولد المغربي مسكين اللي شفتو كيقول لي بريفير هذاك الولد المغربي مسكين اللي جونتي، قال لي اختي فاتره ما كيتسوج واش دابا هاد لي فوتبولور ما في خبارهمش كانوا اباطره قبل منهم وكانوا ملايريه وفي ليله ونهار وبداك الغرور ما بقى عندهم حتى ريال. في اخر ايام حياتهم ما لاقين ما ياكلوا والناس كيعاونوهم. ما فهمتش شنو الاحساس ديال جو سي با. انا هذا جيتي شوكي، انا يكا ان بو دوفون غير بديك الفرحه كان كو جيم فولي زعما جوست لوي دير كي تبارك الله عليك ولا حاجه هكا. اون سون فو. المهم تellement j'étais choquée, je voulais partager et surtout il m'insulte. ملي قلت ليه حشومه هادشي درتي قال لي تلاقيتو باغازا عاود. ياك بحال كتقول لي فام اللي في عائلتك. لا انتي. المهم اتمنى انه احنا مش كل ولاد بلدنا كده على فكره. احنا كل المشاهير عندنا والله متواضعين بجد. حس مني مع صاحبتي شنو كنت باغا نقول؟ نسيت. قلت لك ان محمد صلاح عمره ما يعمل كده. صح؟ لا والله حتى حنا عندنا عندي كثير اصحابي محترمين. انا قابلتهم، قابلت الفريق اصلا ويجننوا وسلمت عليهم. لا هذا شكله لو وبعدين بيسبني يعني شاب بيقول سوري يعني متعجرف وغير محترم. ايوا شنو نقول لك؟ مش مصدق نفسه ان هو عمل شوبينج جامد كده، فمش مصدق. نقول لك ديما عندك معاهم مشاكل، اول مره غادي نفهم علاش. كما شفنا الاخوان، ما فهمتش انا هاد السيده هذه، هاد الفنانه هذه، سمحوا لنا دائما على الاضاءه غير كافيه. هاد الخرجه هذه اللي خرجت في حق اللاعب المغربي الخلوق حكيم زياش. انا شخصيا كيفاش غنفسر هاد المساله هذه؟ اولا باش نعطيو لكل ذي حق حقه، الا كان فعلا حكيم زياش قال هذا المصطلح هذا فما خصوش يقولوا. وبطبيعه الحال في نفس الوقت خصنا نقولوا علاش قال هذه الكلمه هذه، علاش قال بهذه الطريقه هذه. الا ما كانش وقع في استفزاز او هذه السيده هذه استفزاته قالت لك حقا شفت فيه وقلت ليه هاي وخنزم. انا بالنسبه لي غنفسرها بواحد الشكل، ما بغاش يوقع ليه داك الشيء اللي وقع الحكيمي وقع لسعد المجرد واحد النهار ولا داخل سوق راسو كما ينبغي. ما بغى حتى شي وحده تجرأ عليه. ربما ثانيا هو ما عرفاش باللي مغربيه، هو ما كيعرف لا فاتي جمالي ولا فاتي كمالي، ما كيعرفاش مغربيه. ما عندوش علاقه بالممثلين المغاربه. كنظن ما كيعرفهمش حكم انه كبر في هولندا. وحتى الا بغيتي تدوي معاه غتمشي عنده، ما غتقوليش ليه هاي من البعد، غتمشي عنده وغتقول ليه ديك هاي السلام عليكم انا فلانه مغربيه. غتقدمي راسك بواحد الطريقه محترمه وبطبيعه الحال راه غيجاوبك بواحد الطريقه محترمه. وان فوا غيسمع مغربيه غادي يجاوبك بطريقه محترمه. الطريقه باش حاولتي ديري ليه ربما التشهير او الطريقه اللي خرجتي كدوي عليه فلا تمت بصله الى اخلاق المغاربه.
ما خصكش تدويم عليه بهذه الطريقه هذه. كنتي تمشي عندو مازال وتقولي لي انا مغربيه علاش غلطي في حقي ولا دوي. والطريقه باش كدوي هذه السيده طريقه استفزازيه، ربما وجهه نظري تكون غالطه الاخوان، ربما انا شفت هذا الشيء من هذه الزاويه اللي كنشوف، والطريقه كيفاش دوات مستفزه. يقدر يكون عندها الحق، يقدروا يكونوا بعض المتابعين معاها في الطرح. حكيم زياش ما سمعناش وما غيدخلش في هذه التفاهات نهائيا. زياده دخلتي واحد المصريه معاك كتشوف هذا الشيء ما بين مغربي ومغربيه، وجبدات محمد صلاح وجبدات ما كيديروش